سعادة اللواء محافظ البحر الأحمر، أهلا بيك مع شبكة إيجي نيوز الإخبارية. تحياتنا ليك في مؤتمر القبائل، المجلس الأعلى للقبائل العربية ونعم للدستور بإذن الله. هتحب تقول إيه بقى لجماهير البحر الأحمر ولشعب مصر كله؟ أنا بقول زي ما نزلنا في 30 يونيو وطلبنا مطالب من القوات المسلحة والقوات المسلحة نفذتها، فبقول ننزل بقى في يوم 14 و15 عشان نقول نعم للدستور، ويبقى خارطة الطريق اللي أعلنتها القوات المسلحة فعلا الشعب المصري هو اللي هينفذها. سعادتك من ضمن فعاليات المؤتمر ونعم للدستور في حاجة كويسة تانية في فعاليات المؤتمر، اللي هو القضاء على الخصومات السائرية على مستوى محافظات الجمهورية وتسليم الأسلحة للسلطات المختصة. ما احنا بنقول ان احنا حاليا في مرحلة فارقة، يجب ان ننسى اي مصلحة خاصة. مصلحتنا العامة دلوقتي هي مصر. كل اللي بنعمله ده للحفاظ على مصر، والحفاظ على مصر معناها حفاظ علينا، حفاظ على أولادنا، حفاظ على أحفادنا. فبنقول ننحي كل الخلافات الشخصية جانبا في هذه الفترة، ونكون على قلب رجل واحد لتنفيذ خارطة الطريق. بشكرك يا فندم في نهاية اللقاء.